السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم فيديونا كلش حلو وان شاء الله راح يفيدكم. راح نسوي كبة التمن كلش سهلة وبسيطة بدون اضافات، يعني ما راح نحتاج لا نشا لا نحتاج بوتيتا، مثل ما نقول كبة جيل الطيبين. وتعالوا حبايب نبلش بالمقادير حتى الفيديو ما يطول عليكم. استخدمت بهذه الكبة التمن الحصة او رز المصري مثل ما اكو بلدان تسميه. المهم تكون حبايته كلش صغيرة. ضروري هذا التمن نستخدمه بالكبة حتى تنجح عندنا الكبة، تصير عندنا عجينة متماسكة. اخذت عندي هنا 8 قلاصات من التمن. طبعا دائما استخدم 4 قلاصات من التمن وانقعهم، بس هنا الكمية ضاعفتها. مثل ما قلت لكم الكبة او اي طبخ حابة انه افرز منه او يبقى عندي فترة طويلة، ازيد الكمية حتى يقل تعب علي ومجهود يقل، فضاعفت الكمية. راح اطبخ من عندها للغداء والباقي نفرزه وياكم. هذه اسهل طريقة وافضل طريقة تسوونها بالتفريزات، انه من تطبخون تزيدون الكمية والباقي تفرزنوه على جهة كلش راح تفيدكم بالايام الجاية. هنا اخذت عندي اللحم ومثل ما شفتوا تركته يحمس على جهة، يعني ينشف كلش هواية من المي مالته، ياخذ حمسة كلش حلوة. ضفت عليه البصل، ضفت رشة من البهارات وشوية من الملح. تركته يحمس، ينطيني اللون او يتكرمل البصل عندي حتى ينطيني طعم كلش طيب. احمسه ويا البهارات حتى تنطي نكهة كلش طيبة. خلاص كملت الحشوة عندي. طبعا الحشوة سويتها قبل لا اسوي التمن. ضروري يكون عندنا الحشوة والتمن بارد حتى نقدر نشتغل بيه. ومثل ما تشوفون طفيت النار بهذه المرحلة وضفت الكرفس حتى يبقى لونه وينطينا نكهة كلش طيبة. راح اتركها على جهة ونسوي وياكم التمن. مثل ما تشوفون ما ضفت مجرد اللحم والبصل والكرفس. انتو شنو حابين تضيفون؟ كشمش او حابين شغلات تضيفونها لوز وياه براحتكم. شوفوا هنا ضفت التمن، مثل ما تشوفون الحشوة على جهة تبرد عندي، وهذا عندي التمن. اذا حسيتوا المي قليل، يعني المفروض هو المي كلش يعني هواية حتى يسلق عندنا، يسلق زين، ضيفوا مي وتركوه يسلق على راحته. راح تنهرس عندكم الحباية. هنا قلت لكم الطريقة اللي استخدمتها اسهل طريقة راح تشوفونها باي فيديو طبعا حتى تكون سهل عليكم. هنا اخذت التمن طبعا بعد ما برد عندي، مو كلش برد وانما اقدر اعجن اني بايدي. اخذت هذه الهراسة وكلها طبعا هذه موجودة بكل بيت، واذا ما متوفرة عندكم تقدرون بايدكم تهرسونه كل سهل، لان التمن عندي كلش مستوي مثل ما تشوفون. شوفوا قسمته، طبعا التمن اللي عندي قسمته القسمتين او الجزئين حتى اقدر اتحكم بيه، لان الكمية ما شاء الله اللي شفتوه كمية هواية. سويتها حتى انه افرزه من عندها تفيدني بالايام الجاية. وانتو اذا حابين سووا هذه الطريقة كلش راح تفيدكم بالتفريز. مرات نكون مستعجلين وكلش مشغولين فما نلحق. اليوم سويت كبة فرزت قسم من عندها، باكر سويت كباب عروق وفرزت منه، وهكذا. فتملي عندكم الفريز وانتم بدون ما تحسون وبدون تعب ومجهود يقل عليكم كلش هواية. شوفوا اهرسها، احاول انه اهرس عندي التمن كلش زين حتى من اجي اشكل بيه وياكم راح يكون سهل علي بالتشكيل. وهنا اخذت القسم الثاني من التمن وبديت اهرس بيه. طبعا هنا أنا مجرد انه ضفت الملح على التمن من سلكته، ما ضفت اي بهارات، مجرد راح من نقلي الكبة او نحمسها راح تنطينا نكهة كلش طيبة. طبعا الاضافة اللي اضيفها وهذا اختياري اذا ما حابين تضيفونها، بس ينطي شكل وطعم كلش طيب للكبة. اخذ الكرفس واحاول انه اخذ الاوراق اكثر واثرمها ثرم يكون مو كلش ناعم براحتكم، بس يكون ثرمه مو كلش ناعم، واضيفها على التمن. ينطي نكهة كلش طيبة وشكل كلش حلو للكبة. طبعا قلت لكم براحتكم، هي هذه اضافات واذا ما حابين تضيفونها براحتكم. التمن ما ضفت بيه اي بهارات، اذا حابين تضيفوا له بعد هم ضيفوا له، كل هذا براحتكم. بس اني حبيت اليوم اسوي لكم اياها بطريقة مبسطة وسهلة وسريعة، وتقدر تفرزونها
بدون ما تدخلون الماكينة بالتمن. يعني مثل ما تشوفون العجينة عندي صارت عجينة متماسكة وطرية. التمن يكون عندي طري مثل ما تشوفون، يعني واضح عندكم العجينة ايش قد هي يعني متماسكة. رشيت هنا الكرفس على الوجه مثل ما تشوفون. وبعد ما عجنت طبعا العجينة هنا أنا بديت أخلط خلطة سريعة الكرفس ويا أدخله ويا التمن. قلت لكم هذه الطريقة تنطي نكهة كلش طيبة وشكل كلش حلو للكبة، واختياري إذا ما حابين تضيفونها. مجرد إنه أخلطه مثل ما تشوفون ويا التمن خلاص كمل عندي. ناخذها ونلفها لأن عندي الحشوة بردت. والتمن مثل ما تشوفون كمل عندي. تشوفون شلون عجينته كلش حلوة تماسك وصارت عجينته كلش طرية، يعني شكله كلش حلو مثل ما تشوفون. أقدر أتحكم بيه بكل سهولة. بعد من راح أخذه باللف كلش راح يسهل علي باللف. تشوفون أخذت من العجينة راح ألفها قدامكم حبايب إذا حابين تطبقون هذه الطريقة. طبعا هذه طريقتي باللفة الكبة، وانتو شلون حابين تلفونها بإيديكم. أخذ من الكبة وأكورها يعني دائرية، وبعدها أفتحها مثل ما تشوفون بإصبعي، وبعدها أخذ الأطراف بإصبعي هذا وأطريها أو أحاول إنه أسويها رقيقة حتى تكون عندي بهذا الشكل. يكون عندي كبة كل الجهات متساوية، ما تكون جهة كلش ثخينة وكلش خفيفة. وأبدي أرجع ألف أضغطها من اللي جوا الفوق حتى يطلع الهواء من داخلها تشوفون، وأبدي أسد فتحتها. كل سهلة وبسيطة. وشون حابين شكلها هنا راح أسوي لكم الشكل هذا الأول، والشكل اللي يكون دائري، والشكل الثاني انتو شون حابين تشكلونها. مثل ما أول وحدة أخذت كمية والحجم اللي انتو تحبوه. مثل ما تشوفون أخذتها كرة بهذا الشكل، فتحتها بأصبعي فتحة بسيطة، وبعدها بديت الأطراف كلها أساويها وتساوي عندي تكون رقيقة مثل ما تشوفون. أقدر أشكلها بكل سهولة. وبعدها أضيف الحشوة وأسدها من اللي جوا. شون يعني أخذ الهواء اللي جوا وأطلعه، وبعدها أسد الفتحة وخلاص كملت عندي. كل سهلة وبسيطة. وطبعا المي حتى نبلل إيدينا ونشتغل بكل سهولة. تشوفون ما شاء الله شكل كلش حلو. جربوا هذه الطريقة بالكبة كلش سهلة. شوفوا هاي الكمية ما شاء الله اللي حصلت عليها. أطبخ قسم منها للغداء طبعا للي يكفيني، والباقي راح أدخله المجمدة وراح أفرزه، وراح يفيدني كلش هواية بالأيام الجاية. شوفوا شكلها كلش حلو بهذه الإضافات البسيطة، وهشاشتها كلش حلوة. وشوفوا الكمية ما شاء الله اللي سويتها. قلت لكم هنا استخدمت 4 قلاصات من التمن، وانتو شنو حابين او ايش قد حابين الكمية اللي تستخدمونها براحتكم، حتى بالقياس بين عندكم بالقياس. وشوفوا لي هذا اللون اللي كلش حلو. أخذت الكبة حتى تغير لونها، وأخذت اللون الذهبي الكلش حلو، والطراوة والطعم ما أحكي لكم كلش طيب. يعني هذه الطريقة سهلة وبسيطة وما أخذت من عندنا وقت، وبدون بوتيته بدون أي شيء. مجرد أنه التمن هرسناه هرسة، يعني العجينة مالته اهتمينا بيها كل زين، طلعت عندنا أطيب كبة. وسهمنا وسهمكم العافية ومكانكم خالي. وطبعا الريحة ما أحكي لكم، أكيد وصلتكم الريحة كلش طيبة، طعمها وحشوتها كلش طيبة. إن شاء الله حبيتوا الطريقة حبايب قلبي. أترككم في حفظ الرحمن، وأشوفكم فيديو جاي. مع ألف سلامة.